يميش رمضان، البندق واللوز وعين الجمل، وطبعا البلح الشهير بتاعنا الى جانب قمر الدين وجوز الهند. صباح الخير. صباح الخير. تعالى قول لي بس نتكلم هنا شويه. اليميش ده طبعا كله مستورد. كله مستورد ما عدا البلح من عندنا من اسوان والصعيد والاماكن بتاعتنا بلديه يعني. كويس. لو قلنا اسعار السنه اللي فاتت والسنه دي، هل اليميش هو نفس الاسعار بتاعت السنه اللي فاتت، اللي زاد بس هو الطين اللي هو النهارده ده كان ب 200 180 النهارده ب 240. طب مين اللي حدد لكم السعر ده؟ نفس الاسعار اللي هم الكبار التجار الكبار. طب يعني معنى كده انتوا بتاخدوا اليميش، طبعا انتوا مش بتستوردوه لكن في كبار تجار كبار تجار هم اللي بيستوردوا الحاجات دي، واحنا التجار الصغيرين هم اللي بياخدوا الحاجات اللي يوزعوها على الاهالي، على اصحاب المحلات، على الصناعيه. مين اللي حطها في اكياس نايلون؟ انت اللي لا، نفس المحل انا اللي عامله. نفس الديكور مثلا انا عامله اكياس نايلون عشان مثلا انت مسميه ديكور ده مع مثلا ديكور عشان الاحفاظ، عشان الحاجه الحاجات تتوسخ، عشان الطير، الحاجات دي منعا الحشرات. دلوقتي الناس بتيجي تشتري منك بالنص كيلو ولا بالكيلو ولا بالربع؟ في مستوى بياخد بالكيلو، مستوى كويس، في نص مستوى ياخد نص كيلو، ياخد ربع كيلو، على حسب براحته، على حسب ميزانيته. طبعا حسب الميزانيه بتاعته. اكتر حاجه الشعب المصري بيقبل عليها ايه في رمضان؟ المحل، البلح، المشروبات، الكركري، التمر هندي، الخروب، العرقسوس، دي احسن مشروبات في رمضان. يعني معنى كده نقول ان برضو مشروباتنا الشهيره اللي هي الكركديه، العرقسوس، المشروبات احسن من كل الازايز اللي هي نقول ايه، المياه الغازيه. المياه الغازيه دي كلها يعني مضريه عشان المعده، عشان الصودا. العرقسوس ده العرقسوس احسن مشروب للعطش مثلا. بالمناسبه في ناس كتير بيحبوا العرقسوس في رمضان ما بيعرفوش يعملوه في البيت، تقدر تقول لنا وصفه بسرعه؟ طريقه الوصفه بتاعته شويه عرقسوس على ربع معلقه كربوناتو، ويتنسم بالميه ويتدعك ويستنى ربع ساعه، وبعدين ترجعي تجيبي في قلب المصفى شفشه ميه تنسمي بيه وتوصلي بايدك. دي مفعول العرقسوس بس كويس، وحلاوته رباني زي حلاوته رباني، ولا سكر ولا حاجات من دي ابدا. كلام عظيم. الوصفه بتاعتك اللي قلتها دي سهل يعني؟ اسهل حاجه. نقولها مره ثانيه. شويه عرقسوس، معلقه كربوناتو، ايوه، نص معلقه كربوناتو، تنسميه بشويه ميه توصليه بايدك كده اهو، تسيبيه في قلب طبق، نسيبه قد ايه بقى؟ لمده ربع ساعه نص ساعه. يتخمر ولا ايه؟ يتخمر ويبقى طعمه حلو ومعسل طبيعي. برجع بجيب شفشه ميه انسمه بايديا واعصره في قلب مصفى، يتصفى بعد كده بشاشه ويتحط في الثلاجه. احسن مشروب ساعه الفطور. كويس. تعرف بقى لو عملنا الوصفه بتاعتك دي وطلعت وحشه ما تخافيش، 100 انا واثق، انا بعملها كل سنه. هنجيب لك العرقسوس الشهر. حبايبي كتير وبعملهم عشان راجل العرقسوس. نيجي بقى للخروب الشهير اللي هو المجروش، ناس كتير بتحب بتحبه. بغلي الميه بغلي الميه واسقط فيه شويه خروب بالسكر، وزي عمليه الشاي الكشري. اغلي الميه. انا عرفت ان في ناس بيغلوه على النار، ما طعمه بيبقى مش كويس، وينقعوه ليله في ميه. لا، اكبر غلط انه يتنقع. اكبر غلط. انا بقى عندي حموضه، الدنيا حاره، ممكن يحمض، ممكن يعني معنى كده يتعمل زي الشاي الكشري. يتعمل زي حكايه الشاي الكشري بالظبط. طيب نيجي بقى ايه للقمر الدين. قمر الدين ده بعدين بقى ايه، بيشربوا عصير، وفي البعض بيطبخوا. في ناس بتطبخه وفي ناس بتشربها عصير. ده طريقته طبعا بالنشا والسكر والحاجات. النشا والسكر لو كان مطبوخ. لو كان مطبوخ، وممكن في ناس بتنقعه وتعمله عصير. بتعملوا عصير ده مش عايز نشا بقى؟ مش محتاج نشا، لا عشان النشا بتتخنه. انت ما تغلطناش برضه. لا، انا معاكي. طيب القمر دين ثمنه زي السنه اللي فاتت؟ نفس السعر السنه اللي فاتت. طب ليه بنلاقي قمر دين بيبقى رقيق قوي وقمر دين تلاقيه تخين ومعاك؟ في محلي اللي هو بتاع مصر، في اللي هو مستورد اللي هو بتاع سوريا، بتاع دمشق، ده بتاع سوريا.